هو يا بنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. رجعت لكم النهارده بفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما اقول لكم الفيديو ده ايه، هابي نيو يير يا جماعه. الفيديو بقى النهارده هيكون عن روتيني اليومي. هشارك معاكم روتيني اليومي زي ما متعودين يا جماعه. هشارك معاكم التفاصيل بتاعه اليوم، ذاكرت ايه، عملت ايه وكده. النهارده كان يوم هادي كده وجميل ومريح، مفيهوش دوشه كتير. ان شاء الله هشارك معاكم كل التفاصيل باذن الله. قبل ما يعني بس ما تنسوش قبل ما نبدا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودلوقتي يا بنات يلا نبدأ الفيديو. أول حاجة بقى يا بنات عملتها أول ما صحيت إني صليت صلاة الفجر. الحمد لله يا جماعة خلصت. حاولوا يا جماعة تلتزموا بالصلاة وخلوها عادة جديدة في 2026. يعني حاولوا كده يعني تلتزموا بالصلاة. ممكن تتفرجوا على فيديوهات على الإنترنت أو دايما يعني تفكروا نفسكم بالصلاة وكده. ولو عايزين فيديو يعني أعمل لكم عن الصلاة لوحده برضه اكتبولي في الكومنتس. كنت عاملة لكم فيديو قبل كده ازاي تقووا علاقتكم بربنا، روحوا اتفرجوا عليه. بعد كده يا جماعة رحت قرأت أذكار الصباح الحمد لله برضه خلصتها. طبعا يا جماعة عارفين ان اذكار الصباح بتتقال بعد صلاة الفجر، واذكار المساء بتتقال بعد صلاة العصر. الحمد لله برضه يا جماعة كده خلاص خلصتها. يعني ما خدوش مني حوالي كده ربع ساعة. بعد كده يا جماعة سكين كير روتين. انا بستخدم الغسول ده من تترا هيدرو، كلكم عارفينه. انا بحب الغسول ده يا جماعة، بينضف البشرة حلو وفي نفس الوقت يعني سعره جميل كده وحنين، وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم بينضف حلو. هو مناسب للبشرة الدهنية والمختلطة. ويا جماعة أقول لكم كمان يعني أنا معايا من شهر 10 تقريبا. فده يعني حلو برضه إن الكمية بتاعته جميلة وكبيرة كده. فزي ما قلت لكم ده اللي ينفع للبشرة الدهنية والمختلطة. بعد كده يا جماعة طبعا برضه غسلت أسناني. وهنا يا جماعة رطبت بشرتي بالكريم ده من فالنتينول كريم. أنا يا جماعة يعني عندي أنا جربت كذا مرطب وده كان حلو برضه من المرطبات الحلوة اللي جربتها. أنا عجبني. بس يعني انتوا ممكن تحطوا أي مرطب تحبوه. ويا جماعة رطبت ايديا بالكريم ده من نيفيا سوفت وسرحت شعري. أهم حاجة يا جماعة هي ترطيب الإيدين يا جماعة بالذات في الشتا. بعد مثلا يعني ما تتوضوا مثلا قبل ما تخلصوا صلاة، مثلا لو بتغسلوا المواعين أو كده عشان يعني المية وإيديكم ما تنشفهاش في الشتا. هنا بقى يا جماعة احنا بقى الفطار بقى والتنظيف والكلام ده كله فترة كده جميلة من المرقعة ومسكة الموبايل. نبدأ يا جماعة نذاكر. أنا هنا قررت إن أنا أراجع جيومتري. أنا عندي هنا 7 دروس يا جماعة. تمام. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله يعني وحدة كبيرة عريضة ان شاء الله هخلصها كلها معاكم. الادوات كلها يا جماعة معانا، الكتب الكالكوليتور، عندنا كمان كراسة واقلام. الهدف ان احنا نلم الجيومتري ان شاء الله نقدر يعني. تمام. المهم بقى ان احنا زي ما قلت لكم عندي 7 دروس. اول درس هو الكونجرس او التطابق. المهم ده يا جماعة اقول لكم بقى ازاي بذاكر ماس او براجع جيومتري. يعني انا عندي بحفظ اي يعني قوانين او اللي هي ثيورم او كده اللي هي اللي زي الكيسز يعني بتاعت الحاجات. لو في مثلا أشكال هندسية مثلا بتبقى مشهورة بحفظها، ولو اكزامبل زي كده بحل برضو منه. مش هحل يا جماعة كل حاجة معاكم، بس بقى هحل كده معاكم كام فكرة. والماس يا جماعة حل أفكار كتير ومسائل كتير مش بالتكرار. الماس تحلوا مسائل كتير وتفهموا الأفكار. قلت لكم زي كده حفظ يا جماعة، بس في حاجات كتير حفظ بس هو سهل. احنا عندنا هنا 5 كيسز يا جماعة عشان ازاي يعني نعمل بروف ان دول الشكلين اللي عندنا يعني كونجرس. ففي يعني 5 كيسز، فانتوا طبعا تفهموا كل كيس لوحدها وكده. اللي هي زي الكيس اللي هي اس دي برضو زي ما قلت لكم انا بفهم كل كيس وبفهم السيروم بتاعتها عشان اكون عارفاها. وبعد كده براجع عليهم بسرعه كلهم. هنا برضو اس اي اس واي اي اس حاجات كتيره جدا يا جماعه. كده خلصنا الدرس الاولاني يا جماعه. نخش بقى فاضل لنا 6 دروس بس ان شاء الله هخلصهم بسرعه. ده الدرس التاني اللي هو اسمه اللي هو البايثاغورس ثيورم اند اتس كونفيرس. تمام. البايثاغورس يا جماعه انا بحبه جدا لان هو درس جميل. قلت لكم برضو بنحفظ هنا يا جماعه القوانين والثيورمز برضو زي ما قلت لكم. يا مسهل يا جماعه ده الدرس التاني بجد. المهم ان انا هخلص بقى بقيه الوحده وكده. بعد ما خلصت بقى يا جماعه الوحده خلاص هحل بقى important question on unit 3 اللي هي unit geometry اللي انا لسه مراجعاها دي. انا يا جماعه مش هحل الافكار كلها معاكم بس هحل كده كام سؤال تشوز والاساي. طبعا هو هنا الامبورتنت question في تشوز وفي اساي. انا هحل معاكم التشوز زي ما شايفين بحل كام سؤال وبعد كده بقى هتاكد من الجايد انسر يا جماعه واكمل الباقي يا جماعه. في يعني في تقريبا حوالي 60 سؤال او 50 سؤال. انتوا طبعا يعني خدوا كل وحده بالامبورتنت الكوتشن بتاعتها يعني فيهم لوحدها. ما تاخدوش الاربع وحدات مع بعض عشان مش هتعرفوا تخلصوهم كلهم. بس الصراحه يا جماعه تعبت لان بجد يعني دروس كتير. تعالوا بقى نشوف كام سؤال حلتهم صح ولا غلط. اتاكدت من الجايد انسر الحمد لله يا جماعه صح
يعني نفسي أزغرط، لإن أنا لمّا باحس بحل حاجة في الماس صح باحس إن أنا مبسوطة جدًا، وده أعتقد أي حد يعني مش أنا لوحدي. المهم إن أنا هاتأكد من بقيتهم كده خلاص، وبعد كده بقى هاروح أكمل بقية اللي هي الأسئلة. ممكن يا جماعة مثلًا يعني تشغّلوا قرآن أو حاجة تسمعوها وأنتم بتذاكروا، تمام، وبس كده يا جماعة خلاص. أنا بقى هاكمل هنا الessay question، في طبعًا كتير برضه، هو تقريبًا مش عارفة هنا في تقريبًا زي ما قُلت لكم حوالي 60 سؤال choose وكده، هاكملهم طبعًا عشان أكون خلصت الimportant question على unit 3. ممكن يا جماعة تستخدموا كراسة أو كده تحلوا فيها الimportant question دي عشان يعني ما تزنقوهاش في الكتاب، بس برضه المهم تخلصوهم. بعد كده يا جماعة بقى صلية العصر، كان العصر جدًا. عايزة أوريكم يا جماعة إن الsunset بجد هنا كان شكله خطير، أو غروب الشمس، يعني السما عامةً كان شكلها خطير أوي. سبحان الله يا جماعة بجد، يعني الشمس كان شكلها حلو أوي وهي يعني بتغرب كده، والسحاب وكده كان شكلهم حلو أوي. سبحان الله يا جماعة بجد يعني السما كان شكلها تحفة. المهم بقى يا جماعة بعد كده خدت بريك صغير شوية كده وبعد كده بقى يا جماعة صليت المغرب، لأنه كان التانية يعني أنا خدت ريست وسكتت لهم شوية وصليت المغرب. وبعد كده بدأت إن أنا أذاكر فرنش. أنا بذاكر فرنش كده ومشغلة هنا قرآن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد فينا في سورة يوسف. بس يا جماعة طبعا أقول لكم بقى، أنا سرقت التاب بتاع أختي عشان هي في أولى ثانوي وكده. أنا سرقت التابلت بتاعها ومشغلة عليه يعني وكده، ممكن تشغلوا على الموبايل أو على اللاب، أو لو عندكم راديو أي حاجة يعني. المهم زي ما قلت لكم أنا كنت طابعة ورق الريفيجن، فيعني بدأت إن أنا كده أراجع على الكلمات والأفعال وبحل امتحانات يا جماعة زي ما انتم شايفين في كراسة. طبعا معانا هنا كتاب الورق كراسة الأقلام يا جماعة. طبعا زي ما انتم شايفين عندكم هايلايتر، أي أقلام ألوان كده وخلاص. وإن أنا برضو كده يعني بشتغل بيهم، تمام. الكلمات كلها حفظ، والأفعال في أفعال المجموعة الأولى سهلة، لو في يعني أفعال جديدة عليا بحفظها. كلمات بحل برضه امتحانات يا جماعة. ممكن لو انتوا يعني بتاخدوا درس فرنش هيبقى الموضوع أسهل عليكم شوية وكده، أو ممكن يعني تعملوا كده بعد الدرس. بجد يا جماعة سماع القرآن مريح. الشيخ ما شاء الله صوته حلو جدا وصوت مريح كده يا جماعة. فالحمد لله أنا خلصت يعني، أو قربت يعتبر أخلص بقى يونت 2 دي. فبس كده يا جماعة كده خلصت خلاص. بس كده بقى يا بنات، ده كان فيديو النهاردة، أتمنى يكون عجبكم واستفدتوا بيه. ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك وتكتبوا لي كومنت لطيف وحلو منكم وأفكار للفيديوهات الجديدة. وما تنسوش يا جماعة تشاركوا الفيديو ده مع أصحابكم يا جماعة، وتكتبوا لي أفكار للفيديوهات الجديدة، وتشاركوا الفيديو ده مع أصحابكم عشان الكل يستفيد ويتحفز قبل الامتحانات. ولو يا جماعة عندكم أي مراكمات قوموا دلوقتي لموها يا جماعة، وما تستنوش قبل ليلة الامتحان. وبس كده، باي.